حبايبي الحلوين وحشتوني كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهاردة طبعا كل يوم سؤال، كل يوم محتارة تطبخي ايه وهنعمل ايه. انا جبتلك يعتبر نص الاكلات بتاعة الشهر، اكلات اقتصادية وموفرة، وكمان اطباق تفتح النفس من غير ما تكلفي نفسك. زهقتي كل يوم هتعملي ايه؟ تعالي يلا هقولك تعملي الوصفات ايه. تعملي بطاطس تديها غلوة في شوية ملح وخل وتطلعيها تصفيها وتقليها تطلع معاكي فورم فريتس. دي طبق جميل جدا. ممكن كمان تعملي شكشوكة، بتجيب البيض وتقطعي بصل قطع صغيرة خالص وتشوحيها في حتة سمنة وتقطعي طماطميتين، وبعد كده تقومي نازلة على البصل وتحطي فلفل متقطع صغير وتضيفي، ممكن مش عايزة تحطي فلفل خلاص ده اختياري، وتحطي ملح وفلفل وكمون وتخليهم لحد ما الطماطم تستوي او تتهري خالص، وبمعنى اصح ما عادش يبقى فيها ميه، لان لو انتي حطيت البيض وفيه الطماطم ميه هيبقى فيها زفرة. عايزين الطماطم بتاعتنا ما يبقاش فيها نقطة ميه، ونقوم نازلين عليها بالبيض بيضة بيضة مع التقليب المستمر وبألف هنا لغاية ما البيض يستوي معاكي. وكده الطبق الشكشوكة خلص معانا. كمان ممكن تجيبي البرنجان وتقشريه وتتبليه بالملح وتقليه ويعملي له دقة عبارة عن توم وفلفل وتدقيهم كويس وملح وكمون وتتبلي بيهم البتنجان المقلي وتعصري ساعة التقديم نص فص ليمون كده، بيبقى طعمه جميل جدا. ممكن كمان تعملي بالبرنجان مسقعة مشطشطة، بتجيبي طاسة وتقلي فيها بتنجان وبعدين تجيبي طاسة تانية تحطي فيها شوية زيت وتقلي فيها قرون فلفلة وقطعيها من الجنب كده علشان ايه ما تطرطش علينا واحنا بنعملها وتخرج زيت لبره على البوتاجاز. وتكوني مقطع فصين توم وهرساهم وتنزليهم على الفلفل، وبعد كده نزلي عليها طماطم متقطعة صغيرة لحد ما يقربوا يتسبكوا، ويتحط عليهم كمون وملح وفلفل، ونزلي البتنجان بتاعك وسيبيه لحد ما الطماطم تتسبك. وكل ما الفلفل كترتيه كل ما الطعم بقى اجمد. ديت المسقعة اللي هي بتتقلى. طيب لو انت عايزة تعمل المسقعة اللي هي ني في ني، هتلاقي فيديو المسقعة بدون قلي وبدون زيت على القناة، برضو جميلة جدا. بتجيبي البرنجان وتجيبي البصل والفلافلة وبتحطي طماطم او صلصة وتحطي كله ده ني في ني في قلب الحلة، وتحطي فصين توم والبهارات بتاعك وشوية كزبرة وتسيبيها لغاية ما تستوي خالص وبتكمريها وتحط لها شوية مية. برضو ديت مسقعة التوفير اللي هي بدون قلي. وممكن كمان نعمل كشري اصفر اللي هو الرز والعدس، اللي هو العدس اللي لونه برتقاني ده والرز بتاعنا البلدي. دي برضو اكلة كلها بروتين وجميلة جدا واقتصادية خالص. هتجيبي الرز والعدس، بس نجيب مثلا كوباية رز عليها كوباية وربع او كوباية ونص عدس ونلخبطهم كويس مع بعض، وبعد كده نغسلهم ونصفيهم من المية كويس. وبقوم جايبة حلة حاطة فيها شوية سمنة او شوية زيت، وبقوم نازلة بالرز والعدس بتاعي بديله تشويحة، وبعد كده بحط عليه قاعد المية بتاعي السخنة. طبعا القاعد بتاع الرز والعدس بيبقى اقل شوية من قاعد الرز البلدي بتاعنا، وشوية الملح والمية السخنين، واسيبه يتشرب المية بتاعتي كلها تماما. بعد كده اهدي النار عليه واسيبه لغاية ما يستوى معايا، واقوم قادحة عليه بحبة زيت في الاخر بتديلها نكهة كويس. ده الكشري الرز والعدس الاصفر. ممكن الاضافة دي بتوديه في حتة تانية جميلة جدا. بتجيبي البصل وبتقطعيه شرايح جوليان وبتحمري في شوية زيت، وبتقومي جايبة البصل بعد ما يتحمر زي بتاع الكشري المصري، وبتقومي بعد ما تطبخي الرز والعدس الاصفر تقومي جايبة البصل مع رش على شوية الرز والعدس كده شوية بصل ومقلباه بتقليب يوديكي في حتة تانية خالص. ممكن نعمل ايه كمان مع الرز والعدس؟ ممكن نعمل برنجان مخلل. بتجيب البرنجان اللي هو الطويل ده العرايس، وتقومي غلياه في شوية مية وخل او فص ليمونة، وبعد كده بعد ما يستوى بتشقيه من النص وتفتحيه وتتبليه بملح وفل ملح وليمون وثوم وفلفلة وشطة. وتقومي عاملة التتبيلة دي، ممكن تبشري كمان طماطماية
لو الشطة بتاعتك حامية، وبتحشي البرنجان بتاعك بالتتبيلة اللذيذة دي. ممكن نعمل ايه كمان مع العدس؟ ممكن نعمل عجوة بحتة سمنة مسخنها كده على النار. ممكن نعمل كمان شوية سلطة حلوين. ممكن نعمل ايه كمان؟ شوية مخلل. ممكن شوية بيض مدحرج. دي كلها حاجات ممكن تتاكل مع الرز والعدس، وتبقى عندك سفرة ما شاء الله جميلة جدا. وفي فكرة حلوة قوي، وانت بتقوري الكوسة للمحشي ما ترميش القلب بتاع الكوسة، شيليه في كيس في الفريزر، وفي مرة خرجيه وفرمي بصلة مع شوية بقدونس وشوية كزبرة خضراء، واخلطيهم مع فلفل اسود وملح، وحطوهم في صينية وعليهم بيض شبه العجة كده، وبتدخليها الفرن، بتبقى طعمها لذيذ جدا ومغذية جدا. لما تجيبي الفراخ حاولي ان انت تجمعي الكبد والقوانص وكوز القلب، وفيهم خرجيهم وشوحيهم مع بصل صغير، وجنبهم شوية مكرونة محمرة بالصلصة، بيبقى برضو طبق لذيذ. او ممكن تشتري طبق كبد وقوانص وتعملي معاه شوية مكرونة، برضو طبق جميل. ممكن كمان تجيبي البطاطس تقشريها وتجيبي وتقطعيها صوابع، وتحط عليها شوية ملح وفلفل وكمون وفصين توم وحبة ومعلقة زيت، وتهرسيها ومعلقة مية او معلقتين مية، وتسيبيها تتكمر على نار هادية. وما شاء الله الطبق ده برضو حلو وموفر، يعني حاجات كلها من البيت. لما تيجي تعملي عجينة بيتزا، وعملتي مثلا العجينة بزيادة، حطها في كيس في الفريزر وطلعيها وقت ما تحبي تعمليها تاني، هتلاقي البيتزا محتفظة بالخميرة بتاعتها. وبعد ما هتخرجيها من الفريزر هتلاقيها تنفش معاكي، وهتبقى جميلة جدا عادي ولا كأنها دخلت اي فريزر. ممكن كمان تعملي صينية بتنجان باللحمة المفرومة، تقلي البتنجان وترصيه في صينية في الفرن، وتعصجي لحمة، مش ضروري لحمة كتير، ممكن 4 معالق لحمة ولا حاجة خفيفة كده على قد الصينية، وتفرديها على وش البتنجان، وتحط على وشها حلقات فلفل رومي ومعلقتين صلصة طماطم على الوش كده، وخفيها معلقتين مية، ورش عليها البهارات بتاعتك ملح وفلفل وكمون، ودخليها الفرن. ما شاء الله الصينية دي برضو لذيذة جدا. لو انتي في موسم القرنبيط والاسعار بتاعته رخيصة، هاتي كمية واسلقيه واحفظيه في اكياس على قد الاكلة، وطلعي وقت ما تحتاجي. لو عندك شوربة زايدة احفظيها في الفريزر، وفي مرة هاتي الكوسة واحشيها واسقيها بالشوربة، او بواقي كرنب، او بواقي خس، او ورق لفت. ولو انت عندك قطعتين لحمة بس، قطعي قطع اللحمة قطع صغير قد كده، وتعملي خلطة المحشي بتاعتك عادي، وتجيبي ورقة الكرنب وتحطي فيها شوية خلطة المحشي، وعليها قطعة من الصغيرة بتاعة اللحمة، وتلف الصابع بتاعك عادي وترصصيه في الحلة. انا عاملة الطريقة دي على القناة، وما شاء الله تلاقي الحلة كلها فيها اللحمة وطعمها جميل جدا. كمان نعمل طبق جميل أوي بيقوي المناعة. ممكن نعمل المرغولة أو الشلولو. بتجيبي المية بتاعتك من الحنفية عادي، ما هي سخنة ولا أي حاجة، وبتجيبي مرقة وبتدوبي المرقة ومعلقة صلصة وشوية شطة وشوية فلفل وشوية ملح، وتقلبيهم كويس أوي مع بعض مع المية. وبعد كده بتقومي جايبة بصلاية مقطعاها قطع صغيرة خالص، وطماطمية قطع برضو صغيرة، وفلفلاية برضو قطع صغيرة، وتقلبيهم كويس مع بعض. وتقومي جايبة 3 معالق ملوخية ناشفة، وتقومي حطاها على العقد ده. طبعا ده كل ده على البارد، ما هو السخن ولا اي حاجة ولا بوتاجاز ولا اي حاجة. وبتقومي مقلبيها كويس ومعلقة زيت، وفي الاخر بتقومي عصر عليها نص ليمونة. الطبق ده مقوي عام للمناعة بتاعة الجسم، حلو قوي قوي قوي، وسهل، ومنتيش بتشغلي فيه البوتاجاز ولا اي حاجة. دي كلها اكلات اقتصادية وموفرة معاكي، هتنفع معاكي في الصيف ما بيحبش الوقفة بتاعة المطبخ كتير. برضو ممكن تجيب الفول، وتقومي جايبة معلقتين صلصة او طماطمية مقطعها قطع صغير، ب3 فصوص توم مفرومين وشوية زيت يسبكوا تمام. تقومي نازلة بالفول بتاعك اللي انت جايباه من عند بتاع الفول والطعمية، وتقومي حاطة شوية ملح وكمون، وعندك طبق، احلى طبق فول بطماطم. تابعوني يا بنات، واعملوا لايك وشير، وانتظروا كل جديد. بحبكم في الله، يا احلى حاجة في حياتي.